في البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولأهمية ذلك في استمرار القناة. كيفن له إخوات كتير لكنهم بيعاملوه معاملة سيئة بسبب إنه ذكي زيادة عن اللازم ومتحزلق، وبيجهزوا عشان يسافروا ويقضوا أجازة المصيف في باريس. بيجي واحد في زي ضابط شرطة وبيقول لوالد كيفن إنه بيطمن على المنازل من اللصوص، لكنه في الحقيقة لص وبيعرف منهم ميعاد سفرهم عشان يجي ويسرق منزلهم. وبياكل أخو كيفن البيتزا بتاعته وبيغضب وبيهاجم أخوه، وبتيجي أمه وبتخليه ينام في غرفة لوحده عقابا له، وبيحاول يعتذر لها لكنها بتقرر إنه يبات في الأوضة لوحده وبتمشي. بيصحوا متأخرين على ميعاد الطيارة وبيجي موظفين من المطار عشان ياخدوهم، وقدامهم 5 دقايق فقط عشان يجهزوا ويمشوا. بيجي جارهم اللي في عمر كيفن يشوفهم وبيجهزوا بسرعة وبيمشوا، وبتعدهم أختهم الكبيرة وبتعد جارهم اللي واقف معاهم على إنه كيفن أخوها بسبب إنه في عمره ونفس جسمه، وبيودعهم جارهم وبيمشي. وبيوصلوا المطار وبيلحقوا الطيارة في آخر لحظة المتجهة لباريس، وبيكتشف إنهم نسيوه والمفروض إنه يزعل، لكنه مبسوط لأنه أصبح لوحده وبيفرح جدا وبياخد راحته في البيت من غير ما حد يأيد حركته، وبيتفرج على فيلمه المفضل وبياكل طبق كبير من الآيس كريم. وبتسأل أمه وأبوه بتقول له إنها حاسة إنها نسيت حاجة مهمة، وبيقول لها ما نسيناش حاجة، لكنها بتصرخ وبتكتشف أخيرا إنهم نسيوا كيفن في البيت، وبتتصدم وبتحزن جدا لأنها خايفة عليه يكون لوحده. وبيوصل للص اللي كان عامل شرطي للبيت واسمه هاري، ومعاه لص آخر زميله بيساعده واسمه مارف. وبيقول له مارف أنت متأكد إن مفيش حد في البيت؟ وبيقول له البيت فاضي تماما وجاهز للسرقة. بيشوف كيفن خيالهم أمام الشباك وبيفتح النور عشان يفهمهم إن في حد في البيت. وبيقول له مارف أنت مش قلت إنهم سافروا؟ وبيقول له أيوة المفروض إن مفيش حد، لكنهم بيقرروا يجوا بكرة. وبيسمعهم كيفن وبيقرر يستعد لهم لما يجوا. بيوصلوا لباريس وبتتصل أمه بالشرطة وبتطلب منهم يروحوا البيت يطمنوا عليه. بيروحوا البيت وبيطمنوا على كيفن ابنها، وبيجي الشرطي لكن كيفن مستخبي وخايف يفتح ليكونوا اللصوص. وبيبلغ الشرطة إن البيت مفهوش حد، وبتحاول أمه ترجع عشانه، لكن موظفة المطار بتقول لها إن التذاكر كلها محجوزة لمدة 2 وبتضطر تنتظر 2. بيوصل اللصوص هاري ومارف تاني ليلة وبيشوفوا من خلف الشباك إن في أشخاص في البيت، لكنه بيكون كيفن وبيحرك دمية عشان يفهمهم إن في حد جوه. وبيستغرب هاري وبيقول لمارف نيجي بكرة الصبح نراقب البيت. وبيجوا تاني يوم وبيراقبوا البيت لساعات وبيلاحظوا إن مفيش حد فيه، وبيقول لمارف ينزل ويحاول يدخل. وأول ما بيوصل مارف بيشغل كيفن فيلمه المفضل بصوت عالي وبيجهز ألعاب نارية في حلة، وبيقول للشخص اللي في الفيلم هعد لحد 5 لو ما مشيتش هضرب برصاص. وبيسمع مارف الكلام وصوت الألعاب النارية اللي بيفتكروا صوت الرصاص، وبيعتقد إنه بيكلمه وبيطلق عليه الرصاص، وبيجري وبيقول لهاري. وبيقفوا أمام البيت عشان يتأكدوا مين اللي جوه. وبعد ساعات بيشوف هاري كيفن بيعلم الشجرة لوحده أمام البيت وبيفهم إنه وحده فيه، وبيراقبه من الشباك وبيتأكد إنه وحده فعلا في البيت. وبيقول لمارف هنيجي بالليل نسرق البيت، لكن كيفن بيسمعهم وبيقرر يستعد لهم لما يجوا. بيخرج كيفن في ليلة الكريسماس وبيشوف العائلات بيخرجوا وبيحتفلوا، وبيحزن جدا عشان عائلته اللي سابته. وبيدخل يقعد في الكنيسة وبيشوف شخص عجوز جاره بيخاف منه دايما، لكنه بيجيله وبيتعرف عليه وبيفهم منه ان عيلته سافروا وسابوه، وبيفهم انه زيه سافرت حفيدته وسابته. وبيروح البيت قبل الساعة 9 عشان ينتظر اللصوص اللي سمعهم وهم بيقولوا انهم هيجوا في الوقت ده للبيت، وبيستعد لهم. وبيقول لنفسه عشان يتشجع ده بيتي ومحدش هيقدر يسرقه. وبيسكب زيت على السلالم وبيحضر ريش وإزاز وبيصنع فخاخ عشان يقع فيها اللصوص. ولما بتيجي الساعة 9 بيوصل هاري ومارف وبيخبطوا على البيت، وبيقول له هاري ما تخافش احنا هنسرق البيت بس وهنمشي على طول. وبيطلع كيفن بندقيته اللعبة وبيضرب هاري في منطقة حساسة، وبيقول له مارف مالك في حاجة قرصتك؟ وبيغضب هاري وبيقول له هاتلي الولد ده بسرعة.
وبيدخل مارف راسه من فتحة الباب وبيطلق كيفن عليه البندقية في وجهه. بيصرخ بالشدة وبيقع جنب هاري وبيقرروا يتفرقوا عن بعض. وبيدخل مارف من خلف البيت لكنه بيتزحلق على السلالم اللي سكب كيفن عليها الزيت. وبيغضب وبيكسر الباب لكنه بيجده مفتوح وبيستغرب. وبيدخل وبيمشي بهدوء خايف من فخاخ كيفن. وبيشد حبل اللمبة عشان يشغلها لكن بيلاقي الحبل في ايده. وبيرفع راسه عشان يشوف لكن بتقع على دماغه مكوى تقيلة. وهاري بيحاول يدخل من الباب الرئيسي للبيت وبمجرد ما بيقطع رجله بيتزحلق بسبب الزيت اللي سكبه كيفن فوق السلالم. وبيقع بشدة وبيقوم وبيصعد تاني وبيفتح حكرة الباب لكن بيكون كيفن ولع فيها نار وسخنت لحد ما احمرت من كتر النار وبتحرق ايده وبيصرخ وبيحطها في التلج بسرعة. بيقوم وبيقرر يدخل من باب تاني وبمجرد ما بيدخل بيكون كيفن محضر شعلة نار فوق الباب متسلطة على راسه. فبتتسلط النار على دماغه وبيقرر يقفز بسرعة في التلج لتاني مرة لكن بتكون النار حرقت كل شعره. بيدخل تاني بغضب ودماغه لسه بتدخن وبيقول له كيفن تعالى وبيلاقي كيس مليان صمغ بيلزق في وشه. وبيتقدم وبتخبط رجليه حبل بيشغل المروحة اللي بتطير ريش كتير في وشه وبيلزق فيه. مارف بيشوف شباك مفتوح وبيحاول يدخل منه وبيدخل وأول ما بيضع رجله جوه بيدوس على زجاج كتير بيتكسر تحت رجليه وهي ألعاب إزاز وضعها له كيفن تحت الشباك. وبيتقابلوا وكل واحد بيسأل التاني إيه اللي عمل فيه كده. وبينادي كيفن عليهم يطلعوا وأول ما بيطلعوا بيرمي عليهم علبة بويا مربوطة بحبل وبيتفاداها هاري لكنها بتيجي في مارف وبيقع بشدة على الأرض. وبيضحك هاري عليه وأول ما بيطلع هو بيرمي كيفن عليه علبة بويا تانية مربوطة بحبل وبيقع هاري فوق مارف للمرة التانية. وبيتصل كيفن بالشرطة وبيبلغ عنهم. بيشوفوا هاري وبيروح عشان يمسكه لكن كيفن وضع حبل وبيكعبل فيه وبيقع على الأرض. وبينط مارف ناحية كيفن بغضب وبيمسكه من رجله وبيشوف كيفن عنكبوت كبير قدامه وبياخده وبيضعه فوق وش مارف وبينفزع مارف وبيصرخ بشدة. وبيقع العنكبوت فوق هاري وبيمسك حديدة عشان يموته وبيقول لهاري ما تتحركش وبيحاول يموت العنكبوت لكن بينط العنكبوت بسرعة وبيضرب هاري. وبيغضب هاري وبيضربه بالحديدة هو كمان. وبيهرب كيفن من البيت فوق حبل بيتزحلق عليه بجدون عجلة. وبيقول له مارف هنزل أجيبه. بيقول له استنى هو عاوز يوقعنا في الفخاخ اللي عاملها تحت نروح وراه على الحبل أحسن. وبيتعلقوا في الحبل وبيحاولوا يوصلوا له ولما بيوصلوا لنص المسافة بيلاقوه منتظرهم ومعاه مقص ضخم وبيقص الحبل. وبيحاولوا يرجعوا تاني بسرعة لكن بيقص كيفن الحبل وبيقعوا بشدة وبيخبطوا في حيطة وبيقعوا فوق الجليد. بيجري كيفن أمامهم وبيروحوا وراه وبيبتسم في هدوء وبيقول لهم تعالوا لكنهم أصبحوا خايفين جدا منه ومن فخاخه. وبيدخل البيت التاني لكنهم بيروحوا وراه وبيمسكوه وبيعلقوه في الحيطة وبيقول له هاري هقطع صوابعك الصغيرة دي بسناني اللي عملت فينا كده. لكن بيوصل للراجل العجوز اللي اتعرف عليه كيفن وبيهاجمهم وبينقذ كيفن. وبتيجي الشرطة وبيقبضوا عليهم وبيضع الشرطي ايده فوق راس هاري وبيقول له بالراحة دماغي محروقة وبيودعهم كيفن وهو مبتسم. وبيبص له هاري وبيتوعد له انه ينتقم منه. بيصحى كيفن على صوت حد بيخبط على الباب وبيتفاجئ انها امه اللي قطعت الرحلة وجات عشانه وبيفرح جدا وبيسألها عن ابوه واخواته وبتقول له انهم هيجوا في اول طيارة تانية. وبيتفاجئوا انهم وصلوا كلهم وراها وقطعوا رحلتهم عشانه. وبيفرح كيفن بوصولهم وبيبص من الشباك بيشوف جاره العجوز حفيدته رجعت له هو كمان. بتمر سنة وبيجي كريسماس السنة اللي بعدها وبيقرروا يسافروا تاني ويقضوا أجازة الكريسماس في ميامي في ولاية فلوريدا. وبسبب إن المنبه مش مظبوط بيصحوا متأخرين وبيحاولوا يجهزوا بسرعة ويلحقوا الطيارة. وبتوزع أمهم التذاكر على أولادها وبتتفاجئ إن معاها تذكرة زيادة
وبتعتقد إنهم نسيوا كيفن زي السنة اللي فاتت، لكنها بتلاقيه معاهم. بيوصلوا للمطار وبيطلب كيفن بطارية من أبوه عشان لعبته، وبيقوله موجودة في شنطته، وبياخد شنطته اللي بيكون فيها فلوس وفيزا وبيقف عشان يركب البطارية، لكنهم كلهم بيجروا بسرعة عشان يلحقوا الطيارة. وبيكتشف كيفن إنه فقدهم وبيجري وبيحاول يلحقهم، وبيشوف واحد لابس زي أبوه بالضبط وبيعتقد إنه هو، وبيروح وراه وبيدخل وراء الطيارة، وبتقوله المضيفة أنت لوحدك ليه؟ وبيقول لها بابا هنا وبيشاور عليه، وبتقوله يقعد ورا عشان مفيش أماكن قدام. وبتوصل عائلته ميامي، وأثناء ما بيوزعوا الشنط بيكتشفوا إن كيفن مش معاهم، وبتصرخ أمه وبيغمى عليها. وبيوصل كيفن نيويورك في طيارة تانية، وبيفرح كالعادة لأنه أخد أجازة من شجار إخواته معاه، ومعاه فلوس في شنطة أبوه والفيزا. وبيقرر يقضي أجمل عيد كريسماس في نيويورك. بيبلغوا الشرطة عن اختفائه، وبيسألهم الشرطي هو تاه منكم قبل كده؟ وبيقول له أبوه كل سنة بننساه وبيضحكوا. وبيقول له إنه معاه شنطته اللي فيها الفيزا بتاعته، وبيقول له الشرطي لو استخدم الفيزا هنعرف مكانه بسهولة. وكيفن بيتفسح في أجمل أماكن نيويورك، وأثناء مشيه في الشارع كانت عربية أسماك هتصدمه، وبيتضح إن هاري ومارفا هربانين من السجن فيها، وبيقرروا يشوفوا حياتهم من جديد في نيويورك. وبيخبط مارفا في واحدة وبتوبخه، لكنه بيعكسها وبتضربه بالقلم. بيوصل كيفن لفندق كبير وبيقرر يقيم فيه، وبيقول للموظفة إنه وصل مع والده، لكن والده مشغول وهيجي بعدين. وبيقول لها إن ترك فيستو معاه عشان يحجز في الفندق. وبيشوفوا واحد من موظفين الفندق وبيشك إن كيفن سارق الفيزا، وبيدخل غرفته عشان يشوف أبوه معاه زي ما قال ولا لأ، لكن بيكون كيفن عامل حسابه. وبيحرك دمية تحت الدش في الحمام، وبيعتقد الموظف إنه أبوه معاه وبيخرج بسرعة. وبيقرر هاري ومارف يسرقوا محل لعب أطفال ويبيعوا اللعب وياخدوا الفلوس ويرجعوا لبلدهم مرة تانية. كيفن بيتمشى في محل ألعاب، ولما بيخرج بيشوف هاري ومارف وبيصرخ، وبيخافوا يمسكوه عشان الناس. وبيشتري سلسلة من خرز وبيرميه على الأرض وبيدوسوا عليه وبيقعوا. ولما بيرجع الفندق بيقول له الموظف إن البنك اتصل وطلب مننا نتحفظ عليك، وبيحاول ياخد منه الفيزا، لكنه بيجري وبيحاول موظف البنك يمسكه وبيجري منه. وبتحاول موظفة تمسكه لكنه بيعدي من بين رجليها، وبيخبطوا فيها وبيقعوا كلهم. وبيوصل غرفته وبيشغل فيلمه المفضل، وبيدخلوا وراه وبيقول البطل هعد 5 لو ما خرجتوش هضرب بالرشاش. وبيخافوا بشدة وبيطلبوا منه سامحهم فاكرينه أبوه، وكيفن بيضحك عليهم. وأول ما بيطلق الممثل الرشاش بيجروا بسرعة وبيهربوا من الأوضة. بيخرج كيفن من الباب الخلفي وبيزحف الموظفين خايفين من الرشاش اللي سمعوه. ولما بيخرج كيفن بيمسكوا هاري وبيقولوا له اتحبسنا سنة كاملة بسببك، هتشوف هنعمل فيك ايه. وبياخدوه معاهم، وبيعرف من كلامهم انهم هيسرقوا محل بالليل. وبيوصلوا لإشارة مرور، وبيشوف كيفن بنته قدامه وبيرقصها، وبتلتفت بغضب وبتشوف مارفا اللي سبق وعكسها وبيبتسم لها، وبتضربه وبتوجه له لكمة قوية في وشه. وبيقول لها كيفن ان ده هو اللي عمل كده، وبتضربه هو كمان وبيهرب كيفن. وبيجروا يدوروا عليه لكنه بيكون هرب منهم. بتبلغ الشرطة أم كيفن إنهم عثروا عليه، وبيقول لها أبوه أكيد راح لعمه في نيويورك عشان عنوانه موجود في نوتة في الشنطة. وفعلا بيوصل كيفن لعنوان عمه من النوتة اللي في الشنطة، لكنه ما بيلاقيش حد في البيت والبيت مهجور. وبيمشي حزين مش لاقي مكان يبات فيه، وبيشوف مشردين شكلهم مش حلو وبيخاف منهم وبيجري. وبيركب تاكسي وبيقول للسواق الناس هنا مالهم شكلهم مخيف ليه. وبيلتفت له السواق وبيقول له مالها الناس هنا، ما انا حلو قدامك اهو. بيترعب كيفن بشدة من شكله وبينزل يجري، وبيشوف جنينة وبينزل يقعد فيها، وبيطلع بسكوت من جيبه عشان ياكله، وبيتجمع حواليه حمام كتير عاوز ياكل وبيأكلهم منه. وبتظهر أمامه واحدة عليها حمام كتير وبيرتاب كيفن منها وبيجري، لكن رجله بتنحشر بين الصخور، وبتيجي وبتساعده وبتخرج رجله، وبيعرف إنها طيبة ومش هتأذيه، وبيرجع وبيتأسف لها. وبيتعرف عليها وبيكتشف إنها طيبة وبتحب الحمام جدا،
وبيمشي وبيدخل بيت عمه المهجور وبيجهز فيه أفخاخ للصوص وبيحط بنزين في كرسي الحمام. بتوصل عيلته لنيويورك وبيروحوا الفندق اللي كان فيه، لكن بيقول لهم الموظفين انه مشي منه وبتقرر امه تدور عليه وبيقيموا في الفندق لحد ما يلاقوه. لما بتيجي الساعة 12 بيروحوا لمحل الألعاب اللي قرروا انهم يسرقوه وبيلاقوا فلوس كتير في خزن التحصيل، لكن بيوصل كيفن وبيصورهم وهم بيسرقوا الفلوس وبيكسر إزاز المحل عشان يشتغل جهاز الإنذار وتيجي الشرطة ويقبضوا عليهم وبياخدوا الفلوس وبيهربوا بسرعة. بتوصل أمه لبيت عمه وما بتلاقيش حد فيه وبتمشي، وبعد شوية بيجي كيفن لبيت عمه وبيطلع فوق السطح وبيصور هاري ومارف أمام البيت وبيقول له مارف نطلع وراه وبيقول له هاري بلاش ليكون عامل أفخاخ زي السنة اللي فاتت، وبيقول له هاري مش عاوزين حاجة غير الكاميرا ارميها لنا وهنسيبك ونمشي. لكن كيفن بيرمي عليهم قالب طوب وبيحسبوه الكاميرا وبينزل قالب الطوب فوق دماغ مارف وبيرمي واحد تاني على هاري لكنه بيجي على مارف وبيرمي قالب على هاري وبيشوفه مارف وبيقول له حاسب وبيقع عليه القالب التالت. بيدخل مارف البيت في غضب عشان ياخدوه وبيشد أكرة الباب عشان يفتحه، بيلاقيها مربوطة في حبل وبيسحبه وبيتضح إن كيفن رابط فيها دباسة وبيستدير مارف عشان يشد الحبل بقوة أكتر، لكن بتشتغل الدباسة وبترشق فيه دبوس من الخلف وبيستدير وبيدخل دبوس تاني في المنطقة الحساسة. بيحاول يبص عليه من فتحة الباب وبيترشق دبوس تالت في وشه. بيخلع الدبابيس في غضب وبيفتح الباب وبيقول له هوريك، وأول ما بيضع رجله ما بيلاقيش أي أرضية تحت رجليه وبيقع للدور اللي تحت على وشه. هاري بيحاول يدخل من شباك مفتوح وبيقفز على سلم جنب الشباك عشان يدخل جوه، لكن كيفن بيكون سكب زيت على السلم وبيقع وبيطلع يفتح الباب الخلفي وبيجس أكرة الباب يطمن ليكون كيفن مسخنها وتحرق ايده زي قبل كده، وبيفتح الباب لكن بيقع فوقه شنطة عدة حديد وبتقع كلها على راسه. وبيقوم مارف وبيروح يدور عليه لكنه بيمشي فوق صابون سايل وبيقع بشدة وبيقع فوقه رف كبير من علب البوية بألوان مختلفة وبتغرقه. بيقوم وبيروح للحوض عشان يغسل نفسه لكنه بيلاقي الحوض متكهرب وبيتساق بالكهرباء وبينشف وبيبقى زي الهيكل العظمي. بيروح هاري غرفة وبيحاول يفتح النور وبيشد السلسلة لكن بتتفتح نار على راسه وهو مش واخد باله، وبعد ما بينتبه بيفتح الحوض عشان يطفي راسه لكن بيلاقي مفيش مية. بيروح لكرسي الحمام عشان يطفي راسه فيه لكن بيكون كيفن حاطط فيه بنزين وبينفجر الكرسي فيه وبيقابلوا بعض بعد ما تدمروا تماما. وبينزل كيفن بالحبل من فوق المبنى وبيرمي مارف عليه قالب طوب زي ما عمل معاه لكنه ما بيجيش فيه، وبينزلوا على الحبل من فوق السطح عشان ينزلوا له لكن مارف بيشم ريح الجاز في الحبل وبيقول له كيفن أيوة ده جاز عشان هولعه بيكم، وبيشعل كيفن النار في الحبل اللي مغرقه جاز وبيشتعل الحبل بسرعة وبيحاولوا يطلعوا تاني لكن النار بتوصل لهم وبيقعوا من فوق المبنى وبتقع فوقهم كل علب البوية. وبيجري كيفن منهم لكنه بيتزحلق بسبب الجليد وبيجوا وبيمسكوه وبياخدوه لجنينة هادية عشان ينتقموا منه وبيشوفوا معاه الصور اللي صورها لهم وهم بيسرقوا، وبيقول له مارف صورتي هتنزل في الجرايد بنفس اللبس اللي اتقبض عليا بيه السنة اللي فاتت، وبترمي المرأة اللي بتحب الحمام عليهم حبوب قمح وبيجي كل الحمام وبيتجمع فوقهم وبيسمعوا الشرطة صوتهم وبيوصلوا لهم وبيقبضوا عليهم وبيبلغوا الشرطة وأمه إنهم وجدوا كيفن وبيتجمعوا كلهم تاني يوم وبيجلسوا عشان يفتحوا هدايا راس السنة وكلهم بيطلبوا إن كيفن هو اللي يفتح أول هدية. وأخيرا بيتجمعوا الأسرة مرة تانية. الأسرة شيء جميل والوحدة شيء وحش وصعب جدا. لو بتحب الوحدة مش هتقدر تتحملها كتير لأن الوحدة شيء صعب جدا، والأسرة شيء عظيم جدا لأن الإنسان بطبعه مخلوق اجتماعي ما يقدرش يعيش لوحده. ياريت تقول لنا رأيك في التعليقات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.